ضيفة أم حازم أضافت إذن في الجزء الثاني من تصريحاتها لأخبار الآن أن مقاتلي داعش الأجانب كانوا يتزوجون فيما بينهم بما يخالف دين الإسلام أو أي دين آخر، وهو الأمر الذي يدل على أن لا دين لهم. احنا يمنا شيشان وروس، الشيشاني قاعد ببيته ما يقاتل والله العظيم، احنا قاعدين ياكل ويشرب الماء النقي يجي له بسيارات بيضة من هاي مال الصحة بيضة والله، والعراقي تجي له بسيارات المجاري، والله نحط الماء صيان نجي نتوسل بالشيشاني ما عندنا ماي المطر نسبح نغسل لي حد الآن، واقسم بالله الكريم 7 أشهر احنا ما سبحنا يمكن مرة والله للوضوء للهذا بتدوب ماي المطر. احنا العراقيين اللي ماي دجله والفرات يجي هيك ياخذه، الشيشاني يقف نقول يا بسط الماي يقول لا احسن اكل، والعراقي عمت عينك حشا السامع عمت عينك رح سلمت بلدك الهذا يا والثاني ما تالي خلاك انت والله قاعد بالبيت ياكل ويشرب تفوت على بيت يجي البيبسي والشرابت وشي، حتى هو الدواعش بيناتهم يعني من يموت حتى ما عندهم عده، حتى المراه المسلمين سنة اللي يقولون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لازم عدتها 3 أشهر مو 4. إيه هم رأسا من تموت يزوجوه ما عندهم لا عدة ولا أبد، يعني نفس الحال من هنا والله أخذ مرتي شنو هي السبعة، هذا دليل إنه لا دين ولا ديانة ولا أبد.